السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي قبل اي حاجة. تعالوا نخزن البطاطس يا جماعة كده لسحور رمضان. نصحى طبعا بقى، بنبقى صاحيين متأخر كده بقى، عايزين حاجة بسرعة متعبلهاش. هي دي السر هنا بقى. قبل ما نبدأ تنسوش تعملوا لايك واعملوا كومنت تصلوا فيها على النبي. دي لسحور رمضان. انا دي بقول عليها لسحور رمضان. ماما جابت البطاطس بقى، وبدأت تقشرها بالشكل ده. طبعا هي جايبة جنبها الطبق اللي فيه المية ده اللي انتوا شايفينه. هحطها فيه مية، البطاطسية اللي تقشرها تحطها في المية. وكانت هي حاطة في كيس مية وحطاه في الفريزر. هنعرف هيستخدم في ايه دلوقتي. يستخدم، خدتوا بالكم؟ هنعرف هيستخدم في ايه دلوقتي كيس التلج ده. اصلا ما بتقولي خش امليه، كنت متقايلة هتحدفوه على الميكروباصات ولا ايه؟ ما علينا. اهي كده بدأت تقشرها اهي، وتحطها في المية. وانا طبعا بايدي، هي هنا بايديها بس انا طبعا بعد كده بايدي بقيت اغسلهم لها. يعني انا ساعدتها برضو. امال ايه؟ هنا بقى بس الشمس كانت مدارية يعني، بس ما علينا، انا كنت منورة. انا كنت منورة يعني، ما علينا. هنجيب هنجيب ايه؟ ابو النرجسية. حاطين البطاطس وماما بدأت تغسلها. اهم حاجة غسلها لانها بتبقى مليانة طينة. بس تغسلها كويس، وغسلتها كذا مرة. بعد بقى ما غسلتها برضو جابت مية، وحطت فيها البطاطس وبدأت بقى تخرطها كده صوابع. تخرطها صوابع عادية في قلب المية برضو، علشان أهم حاجة في البطاطس غسلها يا جماعة. اهي كده بدأت برضو تقطع دي كده. وعلى فكرة المية دي هتدلق من عليها. المية دي برضو تدلق من عليها وتتحط بقى مية نظيفة. اهي كده بتخرطها بالشكل ده. اهي خدت دي كمان، وهتخرطها كده. بس بقى عشان ننجز مش هناخد شريحة شريحة، احنا هنحط كله على بعضه وتزيله. احنا عايزين ننجز. اهي كده. هي بقى يعني بتعملهم كده في المية. هنا بقى كانت هي دلقت المية اللي عليها وحطت مية نظيفة، يعني المية اللي عليها دي غير المية اللي قبلها. يعني دي مية نظيفة. التلجية بقى، قالب التلج ده بقى هي بتحطه كده في نص البطاطس، وبتزود مية. التلج ده بقى بيعمل ايه؟ بيخلي البطاطس مقرمشة. يعني احنا لما هنحمرها اللي هي نص تحميرة كده، ونشيلها في الفريزر، نيجي بقى نطلعها نقليها، بتطلع مقرمشة جدا. التلجية دي سر قرمشة البطاطس. كده سيبها بقى في التلجية دي يعني نص ساعة كده، حوالي نص ساعة. بعدين هتبدأي تحمريها نص تحميرة، ما تتحمرش اللي هي يعني تاخد لون. لا يعني نص تحميرة. هنا بقى بعد ما التلج خلاص وقعدت النص ساعة يعني خلاص، وهتبدأ بقى ماما تحط في الطاسة تحمرها. بصوا هي هتشوفوا انتوا دلوقتي التحمير اللي طلعت كانت عاملة ازاي. بصوا ما اتحمرتش اللي هي التحمير اللي تتاكل ابدا. لا يعني هي بس ايه بالشكل ده كده، وصلت للشكل ده كده، راحت مطلعه. طلعها على طول. اهي كده. طلعها وتحط غيرها. طبعا المصفى دي بتحط فيها. هي بقى جايبه صينيه تانية، ترص يا تاخد من المصفى ترص في الصينيه، تحط في الصينيه، على بال اللي في الصينيه ما يبرد تكون طلعت تاني. وهكذا ماشيه كده. تكون طلعت تاني الصينيه اللي في الصينيه يبرد، تقوم فردة عليه وتشيل كده. اهي كده بدأت تحط كمية تانية. هنا بقى كانت كل كمية البطاطس اللي هي طلعتها. طبعا بعد ما انا قعدت اعمل في سندوتشات ومش عارف ايه، دلت بقى. دلت بقى. لا حرفيا كنت رايحة جاية عمالة اكل فيها يعني. بصراحة حبيتها وهي كده. بدأت بقى ماما هنا تكيسها،
وبس يا جماعة، كده الفيديو بتاعنا خلص. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وروحوا تابعوني في صفحتي على الفيسبوك.